تعالوا اوريكم طريقه العمل المكرونه بالصلصه. شويه تكات هقول لكم عليها علشان تطلع معاكم جوسي ومش معجنه وطعمها مميز جدا غير اي مكرونه عملتوها قبل كده. معايا ميه على النار بتغلي، بنحط شويه ملح وحبه زيت صغيرين. هستخدم كيسين مكرونه هيكونوا 800 جرام، وهاتوا نوع مكرونه كويس علشان المكرونه ما تعجنش معاكم. هنسلقها وبعدين هنصفيها. 800 جرام المكرونه هياخدوا معايا 800 جرام من الطماطم. هنقطع كل واحده ل4 قطع، وهحتاج لبصلتين برضو بنقطعهم بحجم الطماطم. بنزود فلفل احمر حار وبنقطعه، وبنجيب بنجرايه وبنقشرها وهاخد منها شريحه واحده بس. في حله هحط كل الخضار اللي قطعناه، وبحط حوالي 7 فصوص من الثوم، وهحط عليهم 1.5 كوبايه من الميه، وهنحط معلقه ملح كبيره وبنحطها على نار متوسطه لحد ما كل حاجه تستوي وتدوب كده معانا. بعد كده بنطحنهم مع بعض في الخلاط او بالهاند بلندر. حله على النار بنحط فيها تلت كوبايه من الزيت ومعاهم معلقتين زبده. هنقلب الزبده علشان ما تتحرقش، وبنحط معلقه كبيره من الثوم، وهنزود عليهم رشه فلفل اسود، وهنصب عليهم ميكس الخضار اللي طحناه. التوابل بتاعتي بقى هتكون معلقه صغيره كل من الملح والسكر والبابريكا والفلفل الاسود والسبع بهارات. بضيف عليهم مكعبين مرقه دجاج، بنزود عليهم معلقه صلصه، بنقلبهم مع بعض وبعد كده بنشيلهم على طول من على النار. هحط كمان 4 اكياس من شطه الزيت بتنقل طعم المكرونه لمكان بعيد زي الهند مثلا. بقلبهم في بعض وهضيف عليهم المكرونه اللي سلقناها، وبنقلبهم كلهم مع بعض. مش هتعملوا المكرونه غير بالطريقه دي.